كاين على بالك يطيبي الدجاج بالطريقه هذه اللي قليل اللي يعرفها؟ راح تحصلي على اروع دجاج فريمون بنين ماش نورمال، كامل راح يهبلوا عليه، عايلتك راح يطلبوه منك دايما، وزيد سهل وسريع التحضير. هذا راح يولي نمبر 1 في الاطباق عندك. هيا نبدا بسم الله في المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي نص بصله متوسطه قطعتها رقيق، كذلك عندي 3 سنينات تاع الثوم حتى الرابعه نقطعهم رقيق، ولا تقدروا اكيد تسكرفجوهم. هنايا في كاسرونه ولا مقلاوش عندكم درت شويه تاع الزيت حوالي 3 مغارف كبار، قليت هذيك البصله والثوم وضفت عليهم حوالي 800 غرام من الطماطم اللي كنت رحيتها. تقدروا ديروا 5 حبات وترحوهم ولا تسكرفجوهم. درت شويه سكر، ملح، فلفل اسود وهذوك الاعشاب المنسمه وخليتها تتقلى. هنايا الكميه تاع صدر الدجاج اللي عندكم خدموا بها، انا درت صدر دجاج كامل يعني جهه لي من ومن، وحاولت هنايا نقطعهم قطع خشن شوي. بصح المبتدئات زيدوا قطعوهم اكثر، يعني ديروا دي ترونش رقاق شويه هكا باش تتاكدوا بلي راح يطيبوا معاكم 100%. هنايا درت لهم شويه ملح شويه فلفل اسود، قلبت مع الجهه الاخرى كذلك درت لهم شويه ملح شويه فلفل اسود. ونجيو هنايا المرحله الاخرى، عندي زوج عظمات ولا بيضات، عندي شويه فارينه، وكذلك عندي لا شابليغ اللي ضفت له هنايا. ولا السر في هذه الوصفه الفرماج يكون مرابي ولا مرحي. نرمد هذيك طرف السكالوب في الفارينه، نزيد نعاود يعني نرمدو في البيض ولا العظام، ونزيد نعاود نرمدو مليح في لا شابليغ مع هذا الفرماج، ونروح نقليهم في زيت تكون قليله. اذا عندك الاير فراير خير وخير، يعني ديرين في الاير فراير راح يجيو بزاف هايلين. هذا مكان دوك نحيهم بجيل ونروحوا للمرحله المواليه. هنايا لكم الاختيار، تحبوا يعني تعاودوا تخدموهم بعد في المقله، تحبوا تحطوهم ولا تجمروهم في الفرن. درت هنايا تبقى تاع لاصوص في هذا البيركس ولا اي مول عندكم. زيد نعاود نغطيهم هنايا بصلصه الطماطم، يعني كل طرف نغطيه بصلصه الطماطم، ونضيف له هنايا الجبن. لازم الجبن هنايا يكون من احسن نوعيه جيده. انا درت لا موتزاريلا وخليتها ولا دخلتهم للفرن، شعلت لهم من الفوق ومن التحت، تقدروا تشعلوا من التحت، من بعد زيدوا تشعلوا لهم من الفوق وتخليوهم حتى يحمروا يتجمروا. الله عليهم، واحد 15 دقيقه 20 دقيقه او ماكسيموم. انا هنايا دوك ندخلهم للفرن ونعاود نخرجهم. حبيت هنايا نزيد نضيف لهم شويه تاع الجبن تاع الشيدار اللي كنت يعني خدمته مع لا شابليغ. في الاخير هنايا ضفت لهم شويه معدنوس وقدمتها. تقدروا تقدموها مع السباغيتي، كذلك مع البطاطا مقليه، مع اون سالاد، وش نقول لكم تحفه. المهم هذه الوصفه تحفه. اللي ما يحبش البصل فقط في اللاصوص تقدروا يعني تقليوه من بعد تنحوه عادي جدا، ولا تعاودوا ترحوها كامله هكا باش ما يبانش عفوا البصل في الماكله. وهذا مكان شوفوا الله يبارك بنا مش نورمال. هذا الطبق يعني الناس كامله تحبوا، خاصه في المطاعم العالميه. ان شاء الله تجربوه وتتمتعوا به. نقول لكم انتظروا كل جديد باذن الله، ما تنسونيش بابوني ولايك. سلام.